المواقع الإلكترونية للتواصل رهن إشارة المواطنين هي مفتوحة للعموم. نعطيك واحد العدد ديال الامثله، منها جيستيس يمكن لك تتبع الملفات ديالك عن بعد من مكتبك اذا كنت محاميا، ومن منزلك اذا كنت متقاضيا. يمكن دير غير رقم ديال الملف والرمز وتحصل على المعلومه في الوقت والحين. كذلك يمكن لك تطلب السجل العدلي عن بعد، يمكن لك تطلب جميع ما يمكن ان يخطر على بالك يمكنك ان تطلبه عن بعد. حيت بزاف ديال المواطنين كيتشكوا من هذه المواقع، كيقول لك لا يمكن الولوج اليها، عندهم صعوبات كثيره. لا، المواطنين ما تعرفوش الرموز. احنا في الابواب المفتوحه عطينا الرموز ديال جميع الشعب، والمواطن خص يكون عنده درايه يعرف قضيته واش مدنيه او جنحيه، واش تجاريه او عقاريه. وكل شعبه عندها رموز. الا درتي الرمز ودرتي السنه، اولا كتكتب في هذا جيستيس كتكتب السنه، تكتب الرمز، تكتب الرقم الملف، تيخرج لك النتيجه. مدى نجاح هذه الابواب المفتوحه؟ كيفاش غيعرفوها الناس؟ الحقيقه لا البارح ولا اليوم انتم كتشوفوا في الاروقه كاين واحد العدد ديال المواطنين اللي تيتردوا على الاروقه اللي كاينه هنا وتيطرحوا اسئله، كلها حنا كنستافدوا منها وحنا تنسجلوها وتندونوها. سيد الوكيل العام المحترم، هل فعلا سيكون اسم على مسمى الابواب المفتوحه بالمحاكم بمدينه الدار البيضاء الكبرى؟ المحاكم ديال الدار البيضاء كلها حاليا ممثله، كلها حاضره. الابواب المحاكم بخمسه نعم. هي حاليا ممثله. انتم كتشوفوا المحكمه الزجريه، المحكمه المدنيه، نعم. المحكمه الاجتماعيه، المحكمه المحمديه، والمحكمه الابتدائيه بن سليمان، اضافه الى مساعدي القضاء. كلهم عندهم اروقه تيعرضوا فيها الخدمات اللي تيقدموا للمواطنين، وعرضوا فيها النشاط ديالهم، والمسؤولين الذين تعاقبوا على رئاسه هذه المجالس المذكوره. اذا المواطن ان شاء الله غادي يعني يرتاح بهذا المجهود ديالكم وهذه الالتفاته احنا نحن اليوم نعم. الابواب المفتوحه الهدف منها هو الانصات لملاحظات المواطنين من اجل تلافي اي اخلالات يمكن ان تحصل او ان تقع في بعض المساطر. إذن الأبواب المفتوحة هو جسر للتواصل بين القضاء والمواطنين. نتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك.